شبكة التطهير الصحي 70%، فكان أن أنشئت محطة نموذجية لتجميع ومعالجة المياه العادمة بمعدل صبيب يصل إلى 1000 متر مكعب في اليوم الواحد، وهي تجربة تعتمد المعالجة القبلية للمياه العادمة قبل تصريفها. وتنفكروا باش انها تعمم، باش تولي تدار سنويا او على كل سنتين، باش نضمنوا الجوده ديال المياه اللي تنعالجوا، وباش في الخروج ان شاء الله ما يكونش لا تاثير على البيئه ولا تاثير على الساكنه ولا تاثير على الصحه ديال المواطنين. وبذات الإقليم محطة أخرى لمعالجة المياه العادمة لأيتباها، وهي تجربة أخرى ضمن برنامج عام لتوسيع شبكة التطهير الصحي بالمناطق الحضرية والقروية بالإقليم، رصد له غلاف مالي يقدر ب 360 مليون درهم. كيقوم حاليا المكتب بدراسة شاملة لجمع جميع هذه المياه المطروحة العادمة باش نجمعها في محطة واحدة لتخفيض التكلفة، وكذلك لإعادة استعمالها خصوصا في السقي المجال الغابوي أو عند الطلب لأحد الجماعات المحلية. والآن فاحنا منكبون على إعداد اتفاقية شراكة والبحث التمويل لإنجاز هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن. ويتعلق الأمر بإنجاز الشطر الثاني لبرنامج تطهير السائل لمدينة بيوغرا بوضع شبكة تمتد على طول 80 كيلومترا، بالإضافة إلى مشاريع مماثلة تهم جماعتي ماسة وبلفاع وعددا من المراكز القروية